شارع مشهور في حي مدينة نصر في القاهرة، واسم الشارع على اسم أديب مصري عظيم. الشارع ده بيوازيه شوارع تانية زي شارع مكرم عبيد وشارع أحمد فخري وشارع حسن المأمون وشارع الطيران. الشارع ده بيعتبر أحد أشهر الشوارع العمومية في مصر، لأن فيه محلات فاخرة وتوكيلات لأشهر المطاعم وشركات للملابس الرياضية، وكمان فيه مولات تجارية. النهاردة هنتكلم عن صاحب شارع عباس العقاد. اتولد عباس العقاد في أسوان في 28 يونيو 1889 لأب مصري وأم من أصول كردية، وبسبب فقر أسرته ومواردها المحدودة اقتصرت دراسته على المرحلة الابتدائية فقط، لأنه ما قدرش إن هو يسافر القاهرة يكمل تعليمه زي ما كان أصحاب الأعيان بيعملوا مع أولادهم. واعتمد العقاد فقط على ذكائه الحاد وصبره على التعلم والمعرفة، لدرجة إن هو أصبح صاحب ثقافة موسوعية لا تضاهى أبدا، مش بس في العلوم العربية لأ، وإنما شملت موسوعته العلوم الغربية أيضا، لدرجة إن هو أتقن لغات كتيرة جدا، من ضمنها اللغة الإنجليزية اللي أتقنها بشكل كويس بسبب مخالطته للأجانب من السياح اللي موجودين في محافظة الأقصر وأسوان، وده مكنه إن هو يطلع على الثقافات البعيدة ويقرأ عنها. ولأن إصرار العباس العقاد كان مصدر نبوغه من صغره، فلما جه للقاهرة واشتغل في الصحافة في وقت قصير أصبح من أكبر المدافعين عن حقوق البلد في الحرية والاستقلال. وبسبب رأيه وآرائه في الحرية والاستقلال دخل في معارك شديدة جدا وكبيرة مع القصر الملكي، اللي أدى إن صيته يتذيع في مصر كلها، وانتخب عضوا في مجلس النواب. وبعدها ب9 شهور في سنة 1930 الملك فؤاد كان عايز يوقع عبارتين مهمين من الدستور، واحدة منهم بتنص على إن الأمة مصدر السلطات، والأخرى إن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان. فلما أراد الملك فؤاد إن هو يسقط العبارتين دول من الدستور ويحذفهم، وقف له عباس العقاد ومن تحت قبة البرلمان وقدام الناس كلها وقال إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلد يخون الدستور ولا يصونه. والموقف ده هو مشهور بيه جدا. وفي موقف آخر أشد قوة وحماس من اللي قبله، موقفه المعادي للنازية خلال الحرب العالمية الثانية، حتى إن الآراء المؤيدة للنازية وضعت اسمه بين المطلوبين عشان يعاقبوه. وكان العقاد دايما بيبشر بانتصار الديمقراطية، لأن المظاهرات في مصر في الوقت ده كانت ترفع شعار إلى الأمام يا روميل. ومع اقتراب جنود إرفن روميل من أرض مصر خاف عباس العقاد من عقاب أدولف هتلر، وخد بعضه وراح على السودان في سنة 1943، ومرجعش إلا لما الحرب انتهت تماما بخسارة دول المحور. وعن تتلمذه فتتلمذ عباس العقاد على إيد مفكرين كبار جدا. فأول من تتلمذ على إيد المفكر والشاعر الأستاذ الدكتور محمد حسين محمد، خريج كلية أصول الدين من جامعة القاهرة، وأسس بالتعاون مع إبراهيم المزني وعبد الرحمن شكري مدرسة الديوان. وكانت هذه المدرسة من أنصار التجديد في الشعر والخروج عن التقليد العتيق. وفي حياة العقاد معارك أدبية كتير خلته محب للقراءة والكتابة، منها معاركه مع الرفاعي وموضوعها فكرة إعجاز القرآن واللغة بين الإنسان والحيوان. وكان ليه معركة مع طه حسين حول فلسفة أبي العلاء المعري، ومع الشاعر جميل صدقي الزهاوي في قضية الشاعر بين الملكة الفلسفية العلمية والملكة الشاعرية، ومع محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في قضية وحدة القصيدة العضوية، وغيرها 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 من معارك الأدبية اللي ما انتهتش، واللي جمعها في كتابه اللي اسمه معارك العقاد الأدبية. واشتغل عباس العقاد في مصنع للحرير في مدينة دمياط، واشتغل كمان في السكة الحديد
لأن زي ما احنا قلنا إن هو ما تعلمش بشكل كويس وكان آخره في المرحلة الابتدائية، وبعدها كمل دراسته في مدرسة الجمالية الابتدائية، وفي سنة 1959 أنهى الإعدادية من مدرسة محمد علي، وبعدها التحق بمدرسة الفنون والصنايع بالعباسية وما دخلش الجامعة. لكن في الوقت نفسه كان مشغول بشكل كبير جدا في القراءة، مش في مجال واحد، لا كان بيقرأ عن كل حاجة تتخيلها، وأنفق معظم الفلوس اللي معاه على شراء الكتب، زي ما احنا كنا بنقول كده دودة كتب. وكان العقاد صاحب ثقافة واسعة وموسوعة علمية كبيرة جدا، وتعرف عنه ان كان بيقرأ في التاريخ الانساني، وبيقرأ في الفلسفة، وبيقرأ في الادب وعلم النفس وعلم الاجتماع كمان، واطلع على كتير من الكتب، كتب شرقية وكتب غربية. وفي حياته لما قرر ان هو يبدأ الكتابة، بدأ بكتابة الشعر والنقد، وبعد كده كتب في الفلسفة والدين، ودافع في كتابه عن الإسلام وعن الإيمان فلسفيا وعلميا، وكتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصوم، ودافع كمان عن الحرية ضد الشيوعية والوجودية والفوضوية، وده كان مذهب سياسي ليه. كتب كمان عن المرأة، وكتب عن الفلسفة، وتعرض للمرأة في كتابه ووصفها ان هي بطبيعة الحياة، وعرض كمان نظرته في الجمال. وليه مقولة مشهورة في الموضوع ده، ان العقاد بيقول ان الجمال هو الحرية، فالإنسان عندما ينظر إلى شيء قبيح تنقبض نفسه وينكبح خاطره، ولكنه إذا رأى شيئا جميلا تنشرح نفسه ويطرد خاطره. إذن زي ما عباس العقاد قال الجمال هو الحرية. والصوت الجميل اللي بيخرج بسلاسة من الحنجرة زي الماء اللي بيسول بعذوبة زي النهر. والجسم الجميل هو الجسم الحر اللي بيتحرك بدون قيود. والعقاد كان فيه إسهامات مهمة ليه في اللغة العربية، لأنه كان عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وأصدر كتاب بيدافع فيه عن اللغة العربية زي كتابه الفريد من نوعه اللغة الشاعرة. وفي سنة 1383 هجريا الموافق 12 مارس 1964 اتوفى العباس العقاد، ولم يتزوج أبدا.